مساء الخير والحلويات والجمال. تأخير 9 سنين باين حاجة كده. ونزلت بقى بول ونعمل مراجعة لإيه، ورقة توت ولا وشو. ناس تفاعلت والناس تفاعلت يعني وما اعرفش ايه، ورقة توت ولا يعني صوت وصورة، لا ذا كيلرز اوف ذا فلاور مون، وصورت وما نزلتش حاجة. طبعا يعني انا وستة مهتمين بالحوار ده يعني، قبل ما اي حد رائع بيحقق الضحك يخش يقول لي انت مين وبتاع. فالنهارده نتكلم عن النهارده نتكلم عن فيلم شماريخ، فيلم عمورة عمرو سلامة. المخرج اعتقد هو المخرج الاشهر في مصر حاليا، الاشهر مش الافضل يعني، الاشهر اللي هو يعني لامع كده بيطلع كتير يعني عارفينه يعني. طيب فيلم شماريخ نزل 7 ديسمبر اعتقد، ما بقالوش كتير بس هو لسه في السينمات لسه شغال. طب ايه فيلم بقى شماريخ ده اصلا لمين؟ الابطال هم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، بيج زي. انا عارف اسمه الحقيقي بس انا غلس وهقول ان هو بيج زي اللي هو بتاع لعبة نيوتن. هل في شخصيات تانية؟ ما اظنش ان في شخصيات تانية. الممثل اللي هو الله يرحمه توفى، انا بس ناسي اسمه. فالفيلم ده طيب يعني عبارة عن ايه؟ انا الحقيقة مش عارف الفيلم ده عبارة عن ايه. انا دخلت الفيلم وشفته وانا عاقل وصاحي وفي كامل قوى العقلية يعني، بس عارف اللي هو يعني انا خدت من الفيلم عامل كده بس. يعني انا مش عارف ده الفيلم بالمناسبة انا اسف والله العظيم، احنا عندنا في الشركة هنا مش بنجيب اوريو وكده، فدي ده ما انا معرفش ده ايه، بس اعتقد ده يعني بديل اوريو، بسكويت محشو كريمه بطعم الفانيليا. ده اعتقد بديل بيك 2 ما علينا يعني، ليميتد اديشن. اوكي نرجع للشماريخ. طيب انا ليه طالع اعمل كده؟ لان انا مش فاهم انا اتفرجت على ايه. طيب هل دي قصه، هل ده فيلم مثلا يعني رود تريب، هل ده فيلم تشيسنج يعني مطارده، بس حد دايما بيهرب من حد بيوصل له زي مثلا كاتش مي اف يو كان؟ طب هل ده فيلم يعني المفروض ان في ضحيه بتحاول تطارد مجرم، بس هي في القصه هي مع المجرم نفسه؟ معرفش كده حلقات ولا لا، بس ما علينا يعني مش مهم يعني. انا مش عارف انا بتفرج على ايه، مش عارف. في لقطات كتير بتبدا بعد كده اقول خلاص الشوط ده هيخلص، الاقيها ما خلصتش، كمل ما خلصتش، كمل ما خلصتش، يا دين امي. يعني في مشاهد اكشن طولت زياده عن اللزوم، وحركه الكاميرا مش مريحه والاضاءه مش مريحه. آسر ياسين اوكي في شويه اجتهاد واضح في مشاهد الاكشن، بس لو يعني مع اول مشهد اوكي تمام. المشهد الثاني اللي كان اخو المشهد الاولاني ده ان هو يخش يدرمغ عدد مهول من الناس، ابدا ركز بقى مع الناس دي بقى، هو كل واحد مستني يتضرب، ودي اسوأ حاجه ممكن تشوفها في اي مشهد اكشن يعني. فكره فيلم اسمه شماريخ عشان هو فيه شماريخ واصدقاء عصابه بيلعبوا بالشماريخ وبيهيصوا كده، عشان لما بيعملوا سطو معين ولا بيعملوا جريمه بيشوشروا عليها كنوع من الاحتفالات. طب هو مش ده هي مش دي حاجه المفروض هتجمع الناس اكتر يعني؟ انا بجد مش بهزر، بس انا شايفه حاجه غبيه جدا. اللي هو انا مثلا مجرم عايز اخش اعمل حاجه فاعمل شماريخ واحتفالات وبتاع عشان اجمع الناس حواليا. طب ده غبي فشخ بامانه والله، انا شايفها حاجه غبيه جدا يعني. هي الاضاءه مش حلوه صح؟ يا لهوي، هنصرف ان شاء الله في المونتاج. ف ف ف حاسس ان الفيلم بالونه قوي وكله هوا، وكل الحركات الذكيه اللي فيه مش ذكيه، وكل الكلام الخطر جدا مش خطر. بيج زي اعتقد هو احسن تمثيل في الفيلم، مع ان برضه يعني شخصيته دوافعها يعني اتسلقت بسرعه كده، بس مش مهم. خالد الصاوي انا ما اعرفش هو جاي يعمل ايه في الفيلم بصراحه، يعني معظم مشاهده كان في العنايه. ويا جدعان الشخصيات مسيره تماما. ما فيش حد فيهم بيفكر، ما فيش حد فيهم بيقلق يعني بيعمل حساب حاجه. يا جماعه انتوا يعني، يا جماعه احنا في 2023 وفي واحد جه نوم واحد بمشروب صباح الضحك يعني. انت مش مقلق؟ طب انت راجل خطر وشبح وماسك ما اعرفش
مجموعه اجراميه بشكل رهيب، لدرجه ان انت بتروح تتفق مع صاحبك انه هيضربك بالنار في كتفك عشان يبين ان هو هروب منطقي. انت خطر للدرجات دي، وفي واحد بيديك مشروب قوم تشربه كده عشان يغمى عليك. يا راجل يهبل، يا ابن لهبل، ايه ما العبط ده؟ ويلا نحبسهم في اوضه فيها كلاب وبتاع. يا جدعان سكتشات. انا مؤخرا بقيت الاحظ، انا عندي ملاحظتين على السينما المصريه، ملاحظه سوري على السينما المصريه، وملاحظه بقى ممكن تبقى بايخه شويتين على عمرو سلامه. ملاحظه بتاعت السينما المصريه ان انا بدات احس، او مش عارف يمكن انا عشان يعني بدات شويه امنتج وافهم شويه يعني ايه مونتاج، ويعني شفت لي كام فيديو كده، فانا هطلع انظر من حقي تماما يعني. ان هو الفيلم عباره عن سكتشات مالهاش علاقه ببعض. هو يعني ماشي، هو سكتش لوحده وقائم لوحده ممكن يبقى كويس، ما عنديش مشكله معاه، بس لما تيجي تربطه كفيلم تحس إن فيها في لينك بايظ. الملاحظه بقى على عمرو سلامه، انا بدات ازهق من عمرو سلامه، ومش زهق شخصي يعني، انا ما اعرفوش. عمرو سلامه قبل كل فيلم، يعني انا دخلت لعمرو سلامه افلام في السينما يعني شو استقبلتها طازه تقريبا من اول ايه، طبعا من اول لا مؤاخذه مثلا. حلو. الشيخ جاكسون 2017 لا سوري، آه... صنع في مصر، الشيخ جاكسون، بره المنهج، وشماريخ. قبل كل فيلم انا عامل فولو لعمرو سلامه من زمان على الفيسبوك. قبل كل فيلم كميه صداع بالفيلم ومش عارف ايه. وهنا صداع ليه؟ لان الماركتنج كده كده واجب عليك، انت لازم تماركت لفيلمك، ومحدش شايف فيلم وحش يعني. بس انا ليه بقول صداع؟ لانه الماركتنج يعني مبذول فيه مجهود، اعتقد لو اتعمل في الفيلم ممكن يطلع يعني يطلع الفيلم احسن من كده. شيخ جاكسون فيلم شخصي جدا لعمرو سلامه، ماشي يا عم شخصي ولا يهمك. بره المنهج شخصي جدا لعمرو سلامه، يا عم ماشي قشطه، فيلم شخصي مش حلو بس فيلم شخصي ليك وبتاع. شماريخ اتمنى تستمتعوا بالفيلم زي ما انا استمتعت، يا عم الفيلم مش حلو بكل بساطه وبدون اي تحايل. انا ما اعرفش ليه هتحايل اصلا على حد يعني ولا على الفيلم، بس بجد يا جماعه هو ليه اخر كام يعني عمرو سلامه بقى بيماركت لحاجاته باوفر قوي، ويعني يعني ما وراء الطبيعه ده نتفليكس كان ناقص تخش على يعني على باب بيوتنا، خدوا اتفرجوا على ما وراء الطبيعه. وهو مسلسل كويس مش اكتر من كده، حلو يا عم، تعاطفا مع ان دي تجربه مصريه ومعرفش ايه، واحمد امين، انا بحب احمد امين. ف انا لسه واخد بالي دلوقتي ان انا بصور من غير مايك، المهم يعني. ف لا الموضوع بدا يبوخ قوي يعني. انا شماريخ ده التيزر بتاعه اللي هو كان آسر ياسين بينزل يضرب معرفش ايه وبتاع والعربيه بتنفجر، ماشي يا عم ده انت مشوق جدا. طب انزل الاعلان رتيب جدا بالنسبه لي. التاثر بكميه افلام يعني، وانا في السينما يا جدعان ده مشهد يا جدعان من جون ويك. يا جدعان ده خالد الصاوي ده يعني ديبارتد قوي. يا جدعان ما اعرفش الابن البايظ للاب وما اعرفش ايه بتاع، مش ده شويه جلاديتور؟ ده كل ده وانا في السينما من غير ما اقوله بس بمخي بس. فاللي يعني جون ويك الالوان بتاعت مشهد جون ويك ده مستعاره بالظبط. طب انت ماشي يا عم حلو، جرب واستعير بس اعمله حلو، مش معمول حلو. انا كل ده ما بقولش القصه من كتر ما هي قصه. يا جدعان آسر ياسين كان متكلف ان هو يقتل شخص ما وقتلوه. بتحصل حاجه، بنت الشخص ده آسر ياسين بيلاقيها فبيوديها المستشفى، عشان هو مش يعني هو يعني هي مش غرضه، هو غرضه ان هو يقتل ابوها. بيوديها المستشفى اللي هي امينه خليل يعني، بتطلع بتدور على ايه، على اللي قتل ابوها. وبشكل ما الاثنين طريقهم بيتلاقى، اللي هما بيتخطفوا من نفس الشخص بس. طيب الفيلم يا جماعه نوعه ايه؟ دراما. الدراما فيه مش حلو قوي، اكشن ما بين كويس وما بين وحش، كوميديا عارف التصنيف بتاع اللي هو ده اللي هو حد بياخد حقنه وبيعض قماشه اللي هو كده، هو ده يعني هو ده الكوميديا
مش سلسه، مش مبلوعه، مش محطوطه في مكانها قوي، بس تمام. في مشهد لطه دسوقي كان المفروض هو عامل دليفري، انا ده حرق يعني، عامل دليفري لماكدونالدز، بيوصل حته في الصحراء. ده اعلان لماكدونالدز يا جدعان، ده مش مشهد، ده اعلان لماكدونالدز ان احنا في وسط الصحراء. كان اللي هو بيج زي ده يعني طالب ماكدونالدز، طالع بيحب ماكدونالدز في الفيلم، وان ماكدونالدز هيوصل لك لكل حته. ده اعلان، ده بص، ده اعلان مدفوع اجري في وشك كده، زي الحاجات بتاع التورنيدو في ايه، في اخر كام فيلم الحلمي، تورنيدو في وش امك كده وغير العافيه. وفجاه في شخصيات بتنقلب على شخصيات. يعني اخر مشهد ده بالنسبه لي للنساء، انا بقيت قاعد مكسوفه، بقيت قاعد بضحك بقى، وداخل انا واحد صاحبي كنا عاملين نضحك، خلاص بقى يا جدعان فككم. وشخصيات بتاخد قرارات في منتهى العبط. ونهايه الفيلم بيقول لك هو احنا في الجنه ولا مش مهتم انتوا في الجنه ولا دي حقيقه ولا ايه. وفي الاخر الفيلم خلص يا جدعان. الفيلم دلع قوي يعني، حتى وحشته ملهاش طعم. يعني في وحشه تعرف يعني تبلعها وتحس ان طعمها وحش، ده لا. بس كده.